حروب الجيل الرابع ال4 جي دبليو، واللي كان التعريف الأكاديمي العسكري ليها هو النزاع في منطقة غير واضحة المعالم بين دائرتي الحرب والعمل السياسي، ويشغل هذه المنطقة مقاتلون أو سياسيون، غير إنها اتسمت كمان بالعنف الغير حكومي Violent Non-State Actor، واللي بيحارب دولة أخرى بأسلحته الخاصة، واتعرفت كمان على إنها الحرب اللامتماثلة Asymmetric War، الصراع اللي بيتميز بعدم تكافؤ التسليح ولا مركزية الإجراءات. يا أخي تعريفات مرهقة ومرعبة، والعجيب إن في ناس لسه مصممين يقولوا في نظريات مؤامرة. طب ما المصطلحات دي ظهرت رسمي من التسعينات، يعني مش حاجة من وحي الخيال العلمي. نرجع بقى لوحي الواقع. هنا دخلنا في مرحلة أخطر. الحروب دي ما بقتش معتمدة على الأسلحة التقيلة، لكن بقت بتلعب على العقول، السيطرة على الإعلام، تلاعب بالرأي العام، حروب العصابات، الاختراقات الإلكترونية، ونشر الفوضى، وتدمير البنية التحتية للدول. كل ده من غير ما حد يطلق رصاصة واحدة. يعني اللي احنا فيه دلوقتي ده الجيل الرابع؟ لا حضرتك، دلوقتي احنا في الجيل الخامس. ايه ده؟ يعني كل اللي فات ده بقى ماضي؟ امال دلوقتي اسمه ايه؟